آه الايس والإيميجريشن تاني وتالت ورابع. النهارده واحدة من الايس طبعا هي الوحدات الخاصة بملاحقة ويعني المطلوبين للترحيلات واللي هم مطلوبين مثلا يخشوا الإيميجريشن عشان يرحلوهم أو غيره يعني. راحت لمدرسة ابتدائي في مدينة شيكاغو الأمريكية في ولاية إلينوي. مدرسة ابتدائي ها. حاولوا يدخلوا، والمديرة اتصدت ليهم وقعدت تتواصل مع السلطات وتشوف هتعمل ايه ومش عارف ايه. مرضتش تدخلهم، فضلت واقفة وقالت لهم ان المدرسة غير مسموح فيها الدخول فيها بالشكل دوت وغيره. خصوصا ان هم كانوا رايحين اصلا من غير وارنت، من غير اذن نيابه. عشان يقدروا يدخلوا المفروض يبقى معاهم اذن نيابه. ويعني هي مديره المدرسه قالت ان هو عشان تقدر تدخلهم لازم يكون معاهم اذن نيابه وعليه توقيع قاضي، وده ما حصلش. هم كانوا رايحين حمله مفاجاه يعني. آه، ف او قالت او لو يكون حد عليه حكم قضائي فانت داخل تجيبه عشان معاك حكم مسجل بالكلام ده. لكن غير كده انت مش من حقك تدخل مدرسه وتلعب اطفال. خلي بالك دول اطفال. انت عارف يعني ايه عايز يدخل مدرسة اطفال؟ مش عارف يعني بصراحة يعني شيء يعني مزعج جدا. خلي بالك الاطفال يعني ما انت هيعرف مين اصلا؟ يعني انت ممكن اصلا ما يكونش عارف اصلا هو وضعه ايه. ممكن طفل تقول له حاجة يتخض يقول لك اي حاجة تانية. ده طفل elementary school ابتدائي. طبعا ده بعد قرار دونالد ترامب بان الايس من حقه يقدر يدخل المدارس ودور العباده، سواء الكنائس او المساجد او غيره، ويدخل المحاكم كمان. ف شيء غريب. آه، يعني هنشوف الدنيا هتمشي ازاي. في منظمات كتيرة وحاجات كتيرة بدأت تعمل أعمال، يعني ترتيبات وحاجات قانونية عشان الإجراءات والحاجات اللي بتحصل دلوقتي. الدنيا متوترة وفيها لخبطة كتير. يعني هنشوف الدنيا هتمشي ازاي وربنا يسهل. ربنا يسلم الجميع. تحياتي، مع السلامة.